السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شاكي بن زكان جيبور تمكن ويليام جيبور لاعب المنتخب الليبيري 25 سنة من فك اللغز، من فك هذا الاستعصاء اللي لازم فريق الوداد البيضاوي منذ بداية الجولة، ويتمكن اللاعب جيبور من تسجيل الهدف الخامس ديالو في البطولة باش يلتحق بأوناما والآخر سجل 5 ديال الأهداف. إذا ويليام جيبور يفك اللغز والاستعصاء اللي لازم فريق الوداد. هذا الملقب بفيكتوريوز. كرة خطيرة هذا المحاولة، ونجم الآن يبحث لويليام وهدف. لاعب ممتاز جدا، لاعب ممتاز ويليام جيبور، القوة الضاربة للوداد البيضاوي. ويليام جيبور يسدد كرة في توقيت يمكن أن نعتبر بأنه جد مهم لفريق الوداد. 78 دقيقة الوداد، الهدف بواسطة اللاعب ويليام جيبور الخطير. ويليام جيبور الخطير هذا الليبيري، يمكن أن أقول بأنه اللاعب ويليام جيبور مكسب لفريق الوداد البيضاوي، اللاعب الذي استخدم الوداد بالتوصية من اللاعب الذي حمل كرة القدم الإفريقية واللاعب المتميز جورجويا. إذا أعتقد بأنه نظرة معلم هي التي كانت وراء استخدام هذا اللاعب. شاهدوا طريقة حصل الكرة في مكان ضيق جدا، قلت بأنه الخطورة تبقى واردة. كان مكلف بحراسة من طرف اللاعب يوسف التربي من الجولة الأولى. يمكن أقول بأنه اللاعب ويليام جيبور شاهدوا رجع الوراء، وبالتالي استطاع باش أنه كان يبحث ويتحين عن الفرصة. مثل هذوما اللاعبين اللي كيكونوا عندهم تأثير. أعتقد من سينفذ هو اللاعب ويليام جيبور. ويليام جيبور من ليبيريا، كان بتوصية كينفذ ويليام وهدف، هدف أول لفائدة فريق الوداد. يعني حتى التموقع ديال ضربة الخطأ كان كانت خطيرة على مرمى اتحاد طنجة، وجيبور بتقنية كبيرة يودع الكرة في شباك. ستكون كافية للعودة في النتيجة. هذه فرصة ودادية، البحث على التمرير العرضية، هذه فرصة فيها خطرة. شوف كيفاش لعبات، لعبها بطريقه جميله وليد الكرتي، وضربت مقص الجانب